تبدأ الحكاية في أوائل القرن العشرين، وبالتحديد في عام 1902، عندما اصطدم هذان الفريقان لأول مرة على أرض الملعب. كان ذلك خلال النسخة الافتتاحية لكأس إسبانيا، المعروفة الآن باسم كأس الملك. حقق ريال مدريد فوزه الأول، ممهدا الطريق لمنافسة قد تمتد لأكثر من قرن من الزمن. وبالتقدم سريعا إلى العشرينيات من القرن الماضي، عندما اشتد التنافس، حيث بدأ كلا الفريقين في الظهور كقوة مهيمنة في كرة القدم الإسبانية. شهدت فترة الثلاثينيات من القرن الماضي تنافس الفرق في الدوري الإسباني الذي تم تشكيله حديثا، حيث حاول كل فريق تأكيد هيمنته. شهدت فترة ما بعد الحرب تحولا في السلطة. بدأ برشلونة في الصعود، وفاز بالعديد من الألقاب في الخمسينيات. ومع ذلك، كانت فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بمثابة فترة هيمنة ريال مدريد، حيث قاد لاعبين مثل دي ستيفانو، بوشكاش وخينتو. جلبت الثمانينيات والتسعينيات توازن القوى بين الفريقين. ارتدى نجوم مثل مارادونا ورونالدو قميص برشلونة، بينما كان ريال مدريد يضم لاعبين مثل بوتراغينيو وزيدان. شهد مطلع الألفية حقبة جديدة في كرة القدم، حيث كان كلا الفريقين يتمتعان بمواهب عالية. برشلونة بقيادة أمثال رونالدينيو وميسي وإنيستا، وريال مدريد بقيادة نجومه مثل زيدان وبيكهام ورونالدو. وليونيل ميسي تجلب ملايين المتابعين والمشاهدين، وسينقسم العالم إلى قسمين: مشجعا لميسي أو مشجع لرونالدو. وبالوصول إلى يومنا الحاضر، لا زال الكلاسيكو يحمل طابعا خاصا لدى جمهور كرة القدم، إذ ظهرت منافسة جديدة بين نجوم شباب أمثال فينيسيوس جونيور وبيدري وديون. كما سنكون في هذا الكلاسيكو المقبل أمام تحديات جديدة للاعبين يبحثون عن كتابة اسمهم في سجلات الكلاسيكو، والأمر يتعلق بالنجم الجديد لريال مدريد جود بيلينغهام، هداف الدوري الإسباني لهذا الموسم لحدود هذه الجولة. إن تاريخ المباريات بين برشلونة وريال مدريد هو ملحمة من العاطفة والمهارة والسعي الدائم للتفوق.